تجيب مين من الباكج المجاني ده؟ قبل ما نبدا الفيديو كده صلى على النبي كلها اعمل لايك وفولو. انا مجرب من الباكج ده 4 لعيبه، هستعرض طاقات اللعبه قدامكم، واللعب اللي انا مجربه هقول لك الخلاصه بتاعته. طب المعلم تشابي الونسو، المعلم ده جالي من باكج ال 150 لاعب لاول ما نزل، يعني جالي وجربته. الصراحه هو مايسترو في الملعب، وطاقته الدفاعيه جامده جدا، ولكن يلعب جنب حد دي ام اف انكر او يلعب سي ام اف باللينك اب هيظبط معاك الدنيا. المعلم البرت فريد طاقه دفاعيه عاليه وسريعه، ولكن عنده مشكله في طوله، والمشكله دي ممكن تاثر عليه. مثلا لو اللاعب المهاجم اللي ضده عنده استحواذ مهارات ده عالي، ممكن عشان هو قصير رجله قصيره فممكن ما يعرفش يقطع الكوره. الصراحه انا لما جربته سي بي ار بي هو ما شفتهوش اصلا، يعني هو مش عارف يقطع الكوره بسبب طوله. اي حد اي حد سريع هيسبقه يعني هيلفته. المعلم اورفر ما تفكرش فيه غير انت عايز ريت 105، اما في الملعب خر. المعلم فيليبو انزاجي، اللاعب ده الصراحه اكتر لاعب مظلوم انا شايفه في الباكج ده، يعني ايه زميل باتستوتا، يعني مهاجم فينيشر سريع، وبرضه في شويه دريبل كده وخفه، وانت ناقصك مهاجم. يعني ما تفكرش، خد المعلم فيليبو انزاجي. المعلم فيورو انا ما جربتوش، ولكن تقدم الدور على انه لاعب خفيف وسريع، وانصحك لو انت بتحب اللعيبه من النوعيه دي انك تجيب اللاعب ماسوره اللي اتسف عليه صف كتير، مع ان طاقته يوحي انه ممكن يلعب، ولكن لو طلع لك اما تجيب معاك اختيار ما انصحكش. واخيرا وليس اخيرا المعلم الخفير زانيتي، الصراحه اللاعب ده انا ممكن بحتار اجيبه هو وانزاجي، ولكن انا شايف ان المعلم ده ممتاز جدا، ولكن في ناس كتير جربته بتقول انه تايه في الملعب. ممكن يكون تايه في الملعب لانه واقف تقريبا 87، وده يعني ممكن يعمل لك ازمه، ولكن انا شايف انه احسن المعلم البرت فريد لانه اطول منه سيكا 8 سم، وكمان بيلعب بمركز اكتر منه. وبكده انا كده خلصت، انا قلت لك على كل اللعيبه وميزاتها وعيوبها، فانت في الاول وفي الاخر ده اختيارك انت، شوف اللي ناطق في التشكيله، وده ترتيب اللعيبه من افضل الاوحش من وجهه نظري. انا هتجيب من في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي.